اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن التغيير النفسي للاشخاص والتغيير النفسي للنفس اللي هو ليا انا شخصيا. اول حاجة حابة ابدأ معاكم بيها ان تغيير ما في نفوس الاخرين ده شيء مرفوض وغير مقبول. تعالوا بس نبتدي بتعريف بسيط، وهو ان من معظم الفروق النفسية او الدرجات النفسية ان الانسان يبقى عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه من ضمن التنمية البشرية ومن ضمن الحقوق البشرية اللي المفروض كل شخص يعرفها عن ذاته وعن الآخرين. هي لا ينبغي لأي حد على وجه الأرض تغيير أي شخص زيه بالظبط، سواء كان التغيير ده هيبقى للأحسن أو حتى للأسوأ. في ناس ممكن تغير ناس للأسوأ، زي ما في إيجابي أكيد في سلبي. الظلمات يندرج تحتها كل ما هو سلبي، والنور يندرج تحته كل ما هو إيجابي. يلا بينا بدون تطويل نبدأ الفيديو. أول ستيب عاوزة أتكلم فيها وهي تغيير ما في نفس الآخرين. أنا ينفع أغير أي حاجة في نفوس الشخصيات اللي حواليا؟ الإجابة منعا باتا لا. مستحيل أي حد فينا يغير نفس حواليه أو شخصية كانت من الشغل من البيت، أيا كانت الشخصية مسماها في حياتنا. ممنوع منعا باتا نقرب حتى من محاولة تغييرها، يعني ما نعرضش أو نقترح الفكرة إلا في حالة واحدة بس، نلاقي الشخص اللي قدامنا فعلا بيعاني وفعلا التغيير ده هيبقى مهم وهيفرق جدا في حياته. ساعتها بروح أدي نصيحة للتغيير، حاجة كده زي لمبة نور ممكن تكون بتشع في عقلية الشخص اللي قدامي، بس بنصيحة مني ليه، نصيحة بسيطة بدون أوامر بدون علو صوت وبهدوء شديد. استجاب وتقبل النصيحة كان بها، ما تقبلش النصيحة ممنوع منعا باتا أروح أعرض عليه حتى الفكرة مرة تانية. طيب ليه بقى بقول لكم ممنوع منعا باتا ان احنا نقدم أسفة النصيحة مرة تانية؟ لان احنا هنصاب بالاحباط والاذى واليأس الشديد. النصيحة تقدم مرة واحدة بس، تاني مرة ما ينفعش انا اقدمها. ولقيت بقى الشخص فعلا بيعاني بس هو جاي يطلب مني النصيحة، ساعتها لو انا اقدر ادي النصيحة اديله النصيحة من كل قلبي. لو ما اقدرش ادي النصيحة فبالتالي بروح اعرضه على اي مختص علشان يساعده. دي انواع بسيطة من النصايح تقدروا تقدموها للاشخاص، وهي انا ممكن اساعدك في كذا، او ممكن اديك طرق للتعايش مع كذا وكذا، لو كان فقد، لو كان ألم شديد في الجسد. اديله امثلة مثلا عن الصبر، اديله امثلة عن ان الموت هو الاجل الوحيد اللي مكتوب لينا، فبالتالي بخفف عنه لاني شايفاه فعلا موجوع. طيب نيجي بقى لتغيير ما في نفسي. انا شفت في نفسي نوع من انواع العيوب، فبالتالي رايحة علشان اعدلها، رايحة علشان اطور العيوب واخليها مميزات. ايوه هو تطوير في الذات، لاني شفت نفسي فيها شيء خطأ. اول حاجة انا هذكر 4 نقاط اساسية رئيسية ممكن يكون اغلبيتنا بيعاني منهم في موضوع التغيير النفسي، ولكن ممكن تلاقوا فعلا اشخاص تانية غيري بيتكلموا في مواضيع تانية غير ال4 اللي انا هذكرهم دول، بس انا هختصر او هعمل المام للمواضيع كلها. اول نقطة هي النضج الفكري. ما عنديش معلومات، ما عنديش افكار كفاية عن الشغل عن البيت، فببتدي ازود دخلي العقلي بالمعلومات والكتب والقراءة والتنمية البشرية وما الى اخره. رقم 2 السلام النفسي. شايفة نفسي في موقف معين تصرفت بعصبية انفعالية وزيادة، بلغت في إظهار ردة فعلي، محتاجة أقف وقفة مع نفسي وأقدم لنفسي السلام النفسي اللي محتاجاه علشان ترتقي وتبقى بجودة عالية.
وطبعا علشان السلام النفسي هيخليني اتصل اكتر بذاتي وبنفسي، وهيخليني اتصل برضو بالنفس وهدوءها، ويخليني اتصل كمان بالناس بطريقة فيها سلم بدون حقد ولا غل. رقم 3، طبعا مع الاتصال السليم بالنفس هيبتدي الاتصال مع الله وتقوية الروح والعزيمة وتقوية الثقة بالله. رقم 4، التعامل بالحسنى. طبعا بعد الاتصال النفسي وبعد النضج الفكري والسلام النفسي هيبقى في اتصال كامل مع الله، وهيبتدي التعامل بالحسنى يجي مع الأشخاص، فبالتالي هعيش في سلام وسكينة وهدوء، وهو ده اللي احنا محتاجينه. احنا ممكن نكون عندنا بعض المعتقدات ان لازم الأشخاص اللي حوالينا يتغيروا هم، بس احيانا لازم احنا اللي نتغير، وده هشرحه دلوقتي في كيفية تغيير ما في النفس. اول آية بتقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احيانا احنا ممكن نروح نكلم الاشخاص اللي حوالينا ونقول لهم ما تغير نفسك، صوتك عالي، وطي، عندك عصبية، اهدى شوية، ما عندكش تعامل بالحسنى، ما عندكش نضج فكري. ممكن انا اوقات اروح اتكلم مع الاشخاص دول واوجه لهم التغيير هم، بالعكس، مع اني المفروض انا اللي محتاجة التغيير. وده بنص الآية ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني مفيش حد من اللي حواليك هيتغير الا لما انت الاول تتغير. ابتدي من اول المشكلة، اوطي صوتي، اهدى، ما انفعلش، ما اخدش الامور بعصبية، ما اكبرش المشكلة، مع ان العقل الباطن هو اللي بيكبر المشكلة، وده ليه فيديو لوحده. بس احاول اهدي الامور على قد ما اقدر، ما احاولش ابتدي انا بمبادرة علو الصوت ومبادرة التوجيه المشاكل والسلوكيات الخاطئة تجاه الشخص اللي واقف قدامي. المفروض انا يبقى عندي وعي بالكلام ده، انا يبقى عندي وعي بتغيير ما في نفسي هو اللي المفروض يحصل. زي ما قلت لكم، ما بادرش بالنقد، بادر بالهدوء وطو الصوت، مش علو الصوت خالص. وكمان الموضوع بتاع الوعي بالنسبة للأشخاص اللي قدامي، لأن في أشخاص كتير قوي ممكن أقابلهم في حياتي ما عندهمش مرونة، ده هيجي مع الآية رقم 3، فلازما يبقى عندنا نوعية المرونة دي. تعالوا يلا ندخل على رقم 2، الآية رقم 2: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الآية دي ممكن تندرج على فكرة تحت الاتنين، تغيير ما في النفس وتغيير ما في النفوس. احيانا لما نيجي نغير نفسنا بيبقى جاي لنا ضربات كده ومشاكل بعد النية للتغيير للأفضل، بس الآية هنا بتقول لنا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني أكيد جاي من بعد الضعف قوة. فكل اللي احنا عاوزين نعمله الصبر. طيب الآية دي تندرج على نفوس الآخرين ازاي؟ المفروض يبقى عندي علم بأحوال الناس، ان ممكن يبقى في حد عنده دروب أو مشكلة وبعد فترة هيبتدي يخرج منها. جعل من بعد ضعف قوة، بعد المشكلة هيبقى في أكيد قوة ليه ولنفسه، في نتيجة إيجابية بعد المشكلة دي. الآية رقم 3: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أنا حبيت اكتب الآية دي بالذات، مع ان هي ممكن ما يكونش ليها علاقة او تشوفوها انها ملهاش علاقة، بس هي ليها علاقة كبيرة قوي. احيانا المبادرة بالمشاكل، المبادرة بتغيير نفوس الاخرين بيدينا احنا اخطاء، بيدينا احنا فقدان امل، بيدينا يأس، بيدينا طاقات سلبية من الشخص اللي قدامنا تجاه نفسيتنا احنا. يبقى محتاجين قاعدة مع النفس علشان نشوف فبما كسبت ايديكم من ايه اللي احنا عملناه غلط، فبالتالي استحقناه على نفسنا وعلى الاشخاص المحيطين بينا. احيانا المشكلة بتبقى تاني من جهتنا احنا، من شخصياتنا احنا، من نفوسنا احنا. مش لازم نسارع بتغيير الاخرين، زي ما قلت لازم نسارع بتغيير انفسنا. لحد هنا يبقى الفيديو خلص. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات محتاجين تشوفوه الفترة الجاية. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.